مساء الفل والهنا. اخباركم ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. ده الجزء الثاني من رحلتي في البحث عن اصول وجذور العلاج بالطاقة. في الفيديو اللي فات اتكلمنا عن انه اغلب المصطلحات اللي بتستخدم حاليا في العلاج بالطاقة زي البرانا، زي اليوجا، زي البراناياما، زي التانترا، كل المصطلحات دي هي في الأصل زي الشاكرا، هي مصطلحات في الأصل اتخذت من نصوص قديمة، ولكن حصل لها ترجمة. الترجمة دي للأسف هي أبعد ما يكون عن النصوص الأصلية أو معاني النصوص الأصلية أو السياق اللي اتوضعت فيه في النصوص الأصلية القديمة. والترجمة دي حصلت أو بدأت من أوروبا والغرب بداية من القرن التسعتاشر تقريبا مع ظهور الثيوسوفيا. ولكن سؤال بسيط: ازاي أصلا أوروبا جابت التصور ده؟ يعني الموضوع جه منين أصلا؟ الحكاية دي أنا يمكن بدور عليها أو على جزء من اللي هقوله لكم ده من زمان جدا، ودي يمكن أول مرة ألاقيه كان في الفترة الأخيرة، وأول مرة أتكلم عنه. الفكرة بدأت من عند لما كنت بدور في الأصول بتاعة العلاج بالطاقة، وبدأت أسأل هو مين أول واحد قال إن في حاجة اسمها جسد نجمي أو جسد طاقي أو أجساد عموما للإنسان. وده مصطلح معروف قوي عند الناس اللي بتعالج بالطاقة، لأن دي الطبقات بتاعة الهالة أصلا. لقيت إنها بدأت من عند البوذية المبكرة، ولكن هما ما كانوش بيقولوا في جسد نجمي، هما كانوا ببساطة بيدربوا المعلمين والناس اللي عندهم الموهبة إن هما يقدروا يخلقوا جسد كانوا بيسموه مانومايا. والحكاية دي لما كانوا بيعملوها كانوا بيعتبروها من ضمن القدرات الخاصة للمعلمين دول أو للناس المتمرسين دول، ولكن ما كانش الموضوع عبارة عن جسد جزء من تكوين الإنسان. بعدها بفترة بدأ الموضوع في اليونان. جه واحد اسمه أفلوطين، مش أفلاطون، أفلوطين، وده اتكلم عن تجربة اتحاد وارتقاء الوعي. يعني ايه الكلام ده؟ يعني قال ان هو مر بتجربة روحية، ان هو شاف جسمه المادي نايم او ممدد في مكان نومه في المرقد بتاعه، وان هو فضل يسمو 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 لحد ما اتحد بنور كبير جدا. دي القصة اللي هو حكاها، ولكن ساعتها ما كانش فيه اي اسامي او تفسيرات او شرح للي حصل ده، هي كانت مجرد تجربة روحية مش اكتر. بعد شوية جه واحد اسمه بارسيلسوس. الراجل ده هو اول واحد قال ان في حاجة اسمها جسد نجمي او استرال بودي. ولكن قالها ازاي او ليه سماه نجمي؟ هو كان شايف ان الانسان مرتبط بالكون، يعني في وصلة بتربط ما بين الانسان وما بين الكون والنجوم والمجرات والكلام ده كله. وقال ان الجسد النجمي ده هو الوسيط ما بين الانسان وما بين الكون والنجوم والكلام ده كله.
طيب لسه لحد دلوقتي هو ما قالش ان هو جزء من تركيب الانسان، هو قال ان هو حاجة زي وسيط او وسط كده بيربط ما بين الانسان والكون. جه بعد واحد اسمه أجريبة كان بيقول انه في سبيريت او سبيريتاس او وسيط بين النفس والجسد، وانه الانسان والكون متناظرين. يعني هو من اوائل الناس اللي قالت بالتناظر ما بين الانسان والكون، واللي بيحصل في الانسان بيحصل في الكون، واللي بيحصل في الكون بيحصل في الانسان. وقال ان الانسان بيتولد روحيا اكتر من مرة. برضو لسه الموضوع في نطاق ان في وسيط ما بين حاجة وحاجة، يا اما ما بين الانسان والكون، يا اما ما بين الانسان ونفسه، ولكن مفيش جسد نجمي، جسد كامل موجود في الانسان وبيسافر وبيخرج براه والكلام ده كله، ما كانش فيه الكلام ده. بس أجريبة لما جه اتكلم في الحكاية دي قال حاجة في منتهى القوة. قال انك علشان تأثر على نفسك او جسمك ربنا اداك قوة اسمها الخيال. يعني هو اضاف البعد بتاع الخيال ده، لان زمان كان الخيال بالنسبة لهم تشتيت للذهن، كان التركيز على استقبال الوحي، على استقبال صوت الاله، لكن الخيال بالنسبة لهم كان تشتيت للذهن، كان تشتيت للعقل، كان وهم اساسا. بعد شوية جه واحد اسمه جيكوب بومي اتكلم عن مقامات النفس، اتكلم عن الظلمة والنور في الإنسان، اتكلم عن برضو فكرة الولادة الروحية، ولكن ما اتكلمش عن جسد نجمي. شوية بشوية جه واحد اسمه إيمانويل سويدنبورغ، والراجل ده بدأ يتكلم عن الصوفيين بيتكلموا عنه، عن الكشف، عن فكرة الرؤى الروحية أو رؤى اليقظة، إن إنسان يتخطف وهو قاعد فيبدأ إن هو يشوف أبعاد من العالم الروحي ويرجع تاني. ده اللي هو كان بيتكلم فيه، لكن ما اتكلمش عن أي حاجة بتسافر أو جسد. هو قال إن في كشف، بصيرة بتتفتح. جه بعد كده واحد وهو ده اللي هنركز عليه قوي في الفيديو بتاع النهاردة، اللي هو اسمه فرانز أنتون مسمر. انا سميته مسمار عشان ما انساش الاسم ده. المهم الاستاذ ده كان طبيب الماني، وكان في اوروبا في القرن ال16، وكانوا اياميها لسه مكتشفين فكرة المغناطيس والقوة المغناطيسية والقوة الكهربائية والكلام ده كله. كان الموضوع مبهر، وهو كان متأثر بفلسفة الناس اللي قبله، يعني بالفلاسفة القدام، وخصوصا بارسيلسوس وأجريبة. فالراجل قالك الكون متناظر، والإنسان زي ما في الكون زي ما فيه، فزي ما فيه في الكون من بره، فالإنسان جواه نفس الحاجة، وبما إن بره فيه مغناطيس يبقى جوه فيه مغناطيس كمان، وزي ما المغناطيس بره بيجذب الأشياء، قالك المغناطيس ممكن استخدمه عشان يجذب المرض أو يشد المرض ويخرجه بره الجسم. وبدأ يجرب الموضوع ده. في البداية جاب مغناطيس فعلا، وبدأ ان هو يمرره على جسم المريض او على العضو المصاب، وكان المريض بعد فترة بيدخل في حالة كده زي رعشة او ركفة شديدة جدا، وبعد كده يبدأ الوضع بتاعه يتحسن. شوية بشوية بدأ يجرب يعملها بإيده، يعني كان يقعد المريض قدامه ويبدأ من ايديه الاتنين كده يسلطهم على المريض، ويبدأ
ينزل ايده ويمرر ايده من فوق لتحت، يعني الراس والرقبة والصدر والدراعين، وينزل تحت على البطن والساقين وهكذا. فهو كان بيعمل نفس الحركة تقريبا اللي المعالجين بيعملوها في العلاج بالطاقة، وبيقولوا ان هي بتنظف الهالة. طيب هو كان بيعمل الحكاية دي بفكرة ايه؟ في الاول كانت بفكرة ان زي ما في قوة في الكون ففي قوة في الانسان. بعد شوية بدأ يعمل حاجة اسمها المغناطيسية الحيوانية. يعني ايه الكلام ده؟ يعني قالك في مائع كوني. مائع ده يعني حاجة ليها درجة ميوعة، حاجة زي السائل، حاجة في حالة سائلة ولكن خفيفة خالص تكاد انها لا ترى. والمائع ده المفروض ان هو بيجري في الكائنات كلها، موجود في الكائنات كلها بتدفق معين بسرعة معينة، وهو اللي بيسبب الصحة وبيسبب المرض وبيسبب الواقع اللي الإنسان بيعيشه. والمائع ده لو حصل له أي انسداد أو أي اضطراب يبدأ الإنسان يصيبه المرض. الفكرة دي في شبهها موجود دلوقتي في العلم الحديث في أوروبا برضو وفي الغرب برضو، اللي هي فكرة الحقول الكمية. ان الكون ده اصلا نشأ من مجموعة من الحقول الكمية، والحقل ده هو اللي بيفرض القوانين والسنن على كل الجسيمات اللي موجودة فيه وبتتحرك فيه، ومنه بيبدأ ينشأ الأجسام اللي بتتحرك في الكون. يعني أي حاجة في الكون نشأة من الحقل الكمي ده. عددهم قد إيه؟ الرئيسيين 3 وفي حقول تانية. دي الفكرة اللي موجودة دلوقتي في العالم في العلم الحديث. طيب هنا بقى نقف، لأن ده تقريبا أول واحد ما أخدش مصطلحات من النصوص القديمة وترجمها غلط، ولكن هو أول واحد قال بفكرة إن في زي طاقة أو حاجة أو مجال بيسري في الكائنات كلها، والمجال ده هو اللي بيسبب الصحة والمرض والكلام ده كله، ومحتاجين إن احنا لما يحصل انسداد أو مشكلة فيه نعيد توجيهه تاني عن طريق القوة المغناطيسية اللي موجودة جواه. يعني حاجة شبه اللي بيعملوه دلوقتي. طيب الفكرة دي مش فكرة غلط قوي، لأنه يعني احنا في الأصل كلنا مخلوقين من نور، من مية، فاللي بيسري فينا كلنا بيسري في كل الكائنات. يعني اللي بيسري في الكون كل واحد من أصغر جسيم لأكبر مجرة، فاللي هو بيتكلم فيه مش غلط. ولكن السؤال المنطقي البديهي، لو الحقل ده موجود، هل انت هتعيد توجيهه ولا هتعيد توجيه نفسك انت عشان تتناغم معاه؟ يعني انت دلوقتي عايم في بحر على حد وصفك. يعني انت دلوقتي في بحر انت عايم فيه. البحر ده هل انت هتحاول توجهه، هتوجه البحر، ولا انت هتوجه نفسك بالطريقة اللي تتوافق مع القوانين بتاعت البحر ده، بالطريقة اللي ماشية بيها الرياح والموج والكلام ده كله؟ دي نقطة. النقطة التانية، وده السؤال ده انا اللي سألته اصلا وبدأت ان انا ادور فيه، وكان سؤال برضو عندي من زمان وكنت بدور فيه من زمان، ولكن ملقتش اجابته الا مؤخرا. هو اصلا يعني ايه مغناطيس؟ ويعني ايه كهرباء؟ خلونا
متفقين مبدئيا ان كلمة طاقة بالنسبة للعلماء نفسهم ملهاش تعريف واضح، ملهاش اي تعريف واضح. هي مجرد رقم بيطلع لهم في المعادلات، رقم ضروري او معامل ضروري في المعادلات علشان خاطر المعادلات بتاعتهم تمشي. يعني من غير الرقم ده هما مش هيعرفوا ان هما يقيسوا اي حاجة. ايه بقى اللي هما بيقيسوه ده؟ ايه الرقم اللي طالع ده؟ هما ما يعرفوش. مفيش اي فيزيائي، مفيش اي عالم قادر ان هو يحدد تعريف معين للطاقة. هي مش حاجة متشافة يعرف يحددها. حتى لما بيقولوا ذبذبة، تردد، كل الكلام ده هو ده ما بيوصفش الطاقة، هو ده بيوصف حركة الجسيمات، لكن ما بيوصفش الطاقة ذات نفسها. فمبدئيا احنا مفيش تعريف واضح للطاقة نقدر نبني عليه. فما ينفعش تيجي تقولي الطاقة المغناطيسية او الطاقة الكهربية. في بعض الناس بدأت تاخد كلمة طاقة وتقولك الشيء الغير مرئي اللي بيحدث أثر. هو في الحقيقة المغناطيس أو الكهرباء، لأن هو دول بيتاخدوا كأمثلة، والجاذبية والكلام ده كله ما هماش شيء غير مرئي، وببساطة حركة أو تفاعل بيحصل جوه الجسيمات. فخلونا نفهم يعني إيه مغناطيس دي بما إن الموضوع بدأ منها. يعني مبدئيا كده كل بني آدم هو مكون من ذرات، وكل ذرة فيها إلكترونات. كل إلكترون المفروض إن هو بيدور في اتجاه معين، و ليه شحنة معين، يعني مشحون بطريقة معينة. مشحون دي أو الشحنة الكهربائية دي معناها الطريقة اللي الإلكترون ده بيتفاعل بيها مع المحيط اللي حواليه. الطريقة اللي الإلكترون ده بيتفاعل بيها مع المحيط اللي حواليه، ده تعريف الكهرباء أصلا. فالمهم إن هو بيكون ليه شحنة وليه اتجاه دوران. لو مجموع الإلكترونات اللي في جسم ما اصطفوا مع بعض في اتجاه دوران واحد على شحنة واحدة، بيعملوا حواليهم مجال. يعني عاملة بالظبط كده زي ما تكون انت مدور مروحة، فالمروحة وهي بتلف من اللف بتاعها عاملة مجال حواليها. المجال ده هو ليه فلو، ليه تدفق. فأي جسم ممكن الفلو ده يحركه أو الحركة دي تأثر عليه، بيدخل في المجال ده بمنطق ان هو يفضل مستقر. فالموضوع بيبان ان حاجة بتتشد لحاجة. يعني في الحقيقة المغناطيس هو عبارة عن عمليتين اتنين: اصطفاف وإسكان. يعني مجموعة إلكترونات بتصطف مع بعض بتعمل مجال. الأجسام أو الجسيمات اللي حواليها لما بتدخل في المجال ده بتمشي معاه وبتسكن، بتبقى أكثر استقرارا. دي فكرة المغناطيس. الكهرباء زي ما قلنا هي شحنة، والشحنة دي هي الطريقة اللي الإلكترون ده بيتعامل بيها مع الحقل اللي حواليه، مع المحيط بتاعه. طيب الاتنين دول مع بعض، يعني التفاعلين دول مع بعض بتطلع منهم أنواع كتير قوي من المجالات، زي المجال الكهرومغناطيسي، زي المجال الكهروضوئي اللي بيتكون منه الفوتونات، أجسام الضوء الصغيرة. الضوء لما بيتكون لو جيت حللت الضوء يبدأ ان هو يتحول ل7 أطياف. دول ال7 أطياف اللي انت قادر انك تشوفهم، اللي هي ألوان الطيف ال7 المعروفة. والألوان دي
لو جيت بصيت لها هي اللي بتكون اي صورة موجودة حواليك. يعني اي صورة انت بتشوفها هي بتتكون من الالوان دي، اي صورة انت بتتخيلها هي بتتكون برضو من الالوان دي. فبالتالي الخيال والواقع الاتنين بيتكونوا من نفس الضوء، من نفس الالوان، من نفس الوحدة. طيب الخيال بقى نفسه هو عبارة عن تماثل مع الواقع اللي انت بتعيشه. يعني مش هتقدر تتخيل حاجة انت ما اختبرتهاش او انت ما شفتهاش مهما كان. لا يمكن هتتخيل حاجة انت ما اختبرتهاش، لكن ممكن تركب مجموعة حاجات انت شفتها او اختبرتها. حلو كلام. ومن هنا نفهم حاجة مهمة جدا جدا جدا. او كذا حاجة مع بعض. اول حاجة، المغناطيس او القوى المغناطيسية في الكون هي فكرة الاصطفاف والسكون، مش حركة جذب. هي فكرة الاصطفاف والسكون، ما هياش حركة جذب او شد. هي والكهرباء، الكهرباء هي الطريقة اللي انت بتتفاعل بيها مع المحيط، مع المحيط بتاعك. الإشارة، الإشارة اللي بتصدر بمجرد ما انت تتفاعل مع المحيط ولو حتى بإدراكك. دي أول نقطة. تاني نقطة، إن الخيال بتاعك هو عبارة عن عملية ضرب أمثال للواقع اللي انت شايفه. عملية ضرب أمثال للواقع اللي انت شايفه. ده مسماه القرآن ضرب الأمثال. يعني لما ربنا بيقول ويضرب الله الأمثال للناس، ده معناها إن هو بيخليهم يختبروا حاجات، ومن خلال اللي بيختبروه ده يوصل لخيالهم صورة حاجات تانية. يعني مثلا زي ما يجي يقول الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة. لو انت اتعاملت مع مشكاة هتعرف نور ربنا عامل ازاي. فالمشكاة دي صورة متكونة من الضوء، متكونة من مجموعة ألوان، وموجود مثالها في خيالك. فعلشان انت تتخيل نور الله محتاج تكون اختبرت المشكاة دي. حلو كلام. طيب ضرب الأمثال ده وظيفته ايه؟ ضرب الأمثال وظيفته ايه؟ وظيفته أصلا التذكر. يعني الخيال بتاعك هو وظيفته التذكر. لما انت خيالك مظبوط، وهنعرف يعني ايه خيالك مظبوط دلوقتي، هتبدأ ان انت سهل قوي عليك تتذكر او يحصل لك ذكر للامور الروحية الكبيرة اللي انت اختبرتها في حياتك. طيب هل الخيال ده بيؤثر على الواقع او بيؤثر على المادة او على جسمك او على نفسك؟
الخيال ليه أثر كبير جدا على الواقع وعلى جسمك وعلى نفسك. طب ليه؟ لأن الواقع في حد ذاته وجسمك في حد ذاته بالنسبة للحقيقة هو مثل، هو خيال. عشان كده في الأديان بيقولوا إن الله خلق الإنسان على مثاله، وإن الإنسان والكون متماثلين. فالواقع اللي احنا عايشينه، العالم اللي احنا عايشين فيه، الكون اللي احنا عايشين فيه ده هو عبارة عن مثل، هو عبارة عن خيال وتخيل للعالم الحقيقي، للعالم الأصلي. بمعنى أصح، بناء على علاقتك مع الله، أو زي ما هتكون علاقتك مع الله زي ما هيكون الواقع بتاعك، وزي ما هيكون جسمك، وزي ما هتكون نفسك وأفكارك ومشاعرك. اللي حضر منكم اللقاء المثالية اللي اتكلمنا فيه، اللي عملناه من فترة، هيبقى فاهم كويس أوي أنا بتكلم في ايه. واللي لسه ما حضروش وعايز يحضره يبعت لي وهقول له يشترك فيه ازاي. فبالتالي الواقع اللي انت عايشه وجسمك اللي انت عايش فيه ونفسك بأفكارك بمشاعرك بكل حاجة فيها هي مثال ومثل للعالم الحقيقي. زي ما قلنا كده، الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة. نور الله ده حاجة من العالم الحقيقي، دي حاجة من الحقيقة، مثلها في الواقع المشكاة. والخيال مثال اللي انت بتختبره سواء في روحك او في الواقع. اللي انت بتعمله في الواقع بيوصل للعالم الحقيقي. انت لما بتدعي ربنا بيستجيب، ربنا بيسمع، سميع الدعاء ومجيب الدعاء. لما بتعمل فعل ربنا بيرد عليه. لما بتسأل سؤال ربنا بيجاوبك. يبقى إذن اللي بتعمله في العالم اللي انت عايشه بيحصل رد فعل واستجابة ليه في العالم الحقيقي. وبالتالي اللي بتعمله في خيالك هيحصل رد فعل واستجابة ليه في الواقع اللي انت عايشه. حلو كده؟ فبالتالي لو انت خيالك موافق لروحك، مستمد من العالم الحقيقي اصلا، ساعتها الواقع بتاعك هيماثل العالم الحقيقي، هيماثل روحك. يبقى انت هتجيب امكانيات روحك وتروح ناقلها في العالم بتاعك. بشكل تاني، خيالك مكون من ألوان، والألوان دي درجات من الضوء، والضوء ده مظهر من مظاهر الاندماج والامتزاج بين الاصطفاف والسكون واستجابتك للحقل بتاعك. يعني مظهر من مظاهر الامتزاج ما بين المغناطيس والكهرباء.
والمغناطيس هو عملية اصطفاف، بيحصل اسكان للمجال اللي حواليها، او انت بتسكن للمجال اللي حواليها. والكهرباء هي الطريقة اللي انت بتتعامل بيها مع المحيط بتاعك. وبالتالي لو انت خيالك اللي هو مظهر من مظاهر الاصطفاف والسكون والاستجابة في الحياة والتوجه في الحياة، ومظهر من مظاهر الدوائر في الحياة أو في العالم الحقيقي بقى مظبوط، ده معناه ان وجهتك مظبوطة والدوائر اللي انت داخل فيها مظبوطة، وبالتالي بتسكن للأمور اللي تناسبك، والأمور اللي تناسبك بتسكن ليك. حلو كده؟ ولكن مشكلتنا مع الخيال، وده السؤال اللي أنا كنت دايما بسأله، هو أنت لما بتيجي تعمل تأمل، لما بتيجي تقعد تتخيل حاجة بينك وبين نفسك، مين اللي قال إنك لما تتخيل كذا مع كذا أو تتخيل نفسك في كذا انت كده بتأثر التأثير ده على الواقع اللي انت عايشه؟ ايه اللي يحكمها؟ ايه اللي يحكمها؟ يعني انت لما بتقول مثلا ادخل في تأمل وتخيل نفسك في مسرح، وعلى المسرح ده كل الناس اللي انت عرفتهم، وهات الشخص اللي انت عايز تفك تعلقك بيه مثلا، وتخيل بينك وبينه حبل، وابدأ ان انت اقطع الحبل ده، وتخيل الشخص ده وهو بيبعد بيبعد بيبعد. انت كده مثلت عملية فك التعلق النفسية بحاجة في خيالك، بمسرح. جبتها منين ان دي مثال؟ دي قارنتهم ببعض ازاي؟ يجي بقى القرآن يروح قايل لك ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل فأبى أكثر الناس إلا كفورا. يعني في القرآن كل القرائن أو الأمثال اللي لما تظبط عليها الخيال بتاعك يبدأ الواقع بتاعك فعلا يتأثر. تعالوا ناخد مثال تاني. في بعض الناس يجي يقول مثلا انا هتخيل كل الألم والطاقة السلبية زي ما بيقولوا عنها ان هي عبارة عن سحابة سوداء. ايه السحابة السوداء دي؟ غيمة، غيوم. والسحابة السوداء دي هتخيل ان هي بتتلاشى، او هتخيل ال ال الألم والمشاعر دي كلها عبارة عن نص مكتوب في ورقة، وهمسك الورقة في خيالي أكورها وأولع فيها. ده نار. يعني أنت مثلت تحول الألم جواك
لاحتراق أو لغيوم وتلاشت، مع إن في القرآن تلاشي الأمور وانسحاب الأمور من حياتك ليه أمثال معينة هي اللي فعلا تنزل بالحق وتبدأ إن هي تأثر في جسمك وفي الواقع بتاعك بالشكل المظبوط. طيب لما بتيجي تعمل علاج بالطاقة انت بتعمل ايه؟ دي عملية خيال، يعني الحركة اللي انت بتعملها دي هي خيال. يعني في شكلين للموضوع، اما ان انت حاسس بحرارة، حاسس بالطاقة فعلا، واما ان انت بتتخيلها لو لسه مش عارف تحسها. فلما بتيجي تعمل كده ده خيال، كأنك بتكنس حاجة. ولما بتيجي تعمل كده ده خيال، انت بتتخيل نور خارج من هنا بيبدأ ان هو يشحن المكان او العضو اللي انت بتعالجه، ده خيال. في حين انه الامتلاء بشيء ده ليه مثل معين في القرآن، هو فعلا اللي لما تتخيله يملاك. وإفراغ شيء ده ليه مثل معين في القرآن، لما تتخيله هو اللي يبدأ يفرغك من الشيء ده. فمركز العلاج بالطاقة هو فكرة الخيال. النقاش الحقيقي في العلاج بالطاقة مش هل في مجال فعلا حوالينا ولا لا، لا احنا في مجالات حوالينا، ولكن المجال ده اللي بيسري فينا ومحيط بينا وهو اللي بيحط لنا القوانين، يعني يعتبر مجال رباني او سنن ربانية، انت اللي هتعيد توجيهها ولا انت هتتماشى معاها وتمشي معاها؟ ده الفرق ما بين الاتنين. تاني حاجة، انت لما هتيجي تعمل كده المفروض ان انت بتقول ان في مغناطيس او مجال معين خارج من ايدك، يبقى جسم المريض اللي قدامك اللي انت بتعمل له الجلسة هيبدأ يعيد او يسكن ويتوجه ويعيد اصطفافه تاني مع مجالك انت. هيعيد اصطفافه ويتوجه مع مجالك انت. طب لما يعيد اصطفافه ويتوجه مع مجالك انت، لو انت حصلت حاجة اثرت في مجالك هو هيتأثر. طب افرض انت مجالك اصلا وانت بتعالجه مش مظبوط، يعني في العموم مظبوط بس في ثغرات، الجسم البني ادم اللي انت بتعالجه ده هيبدأ يعيد اصطفافه ويعيد توجهه بناء على المجال بتاعك انت بكل الثغرات اللي فيه. طب ليه؟ طب ليه ما انت تخلي اصلا انت والمريض وجسم المريض تروح مع الحقل والمجال الاصلي، تتماشى معاه، وساعتها يحصل العلاج. عايز تستخدم خيالك استخدمه بس بالامثال السليمة، مش تشبه حاجة بحاجة وهما الاتنين مش شبه بعض. ده مش تشابه. الناس فاكرة المثل
أو ضرب المثل ده تشابه، هو مش تشابه، هو ده مثل يعني بث انت بتميل إليه، بس انت بتميل إليه وبيمليك الأمور زي الحلم كده. هو بس فيلم بيتعرض وانت بتميل إليه، بتمتزج معاه، فبيملي عليك أمور معينة. فمين جاب لك بقى المثل ده هنا والمثل ده هنا ليه؟ انت محتاج تعيد ضبط الأمثال في حياتك عشان تقدر تستخدم قوة الخيال. علشان كده الفترة اللي جاية إن شاء الله هنعلن فيها عن برنامج، يعني اللي حضر منكم قبل كده كنت عملت برنامج باتر فلاي واتكلمت فيه عن فالق الإصباح ونظام الفلك في الكون، وازاي تخرج من اي شرنقة وتحصل لك ولادة جديدة. ده بقى هنتكلم عن قوة الصف والاصطفاف في الكون، وقوة الضوء والألوان والضرب الأمثال في الكون، وتأثيرها على جسمك ونفسك والواقع بتاعك.